بتبدأ قصة فيلمنا في سنة 1973 مع واحدة اسمها جوليا بتشتغل مستكشفة وبتدور في الغابة عن نوع معين من العناكب علشان بتعمل عنه دراسة. وكل شوية هنا بقى بتقف قدام شبكة عنكبوت وبتبدأ بقى انها تصور وتكتب المعلومات في الدفتر بتاعها علشان يا عزيزي السموم العناكب بتقدر تشفي مئات الأمراض، وده طبعا لو استخدموه صح. ولكن المشكلة هنا إن جوليا بتكون حامل وكمان في أواخر حملها، ومصممة بقى ما تاخدش أجازة وضع وبتكمل بحث في الغابة. تفضل على كده لحد ما في يوم بتقدر إن هي توصل لنوع عنكبوت هي كانت بتدور عليه، وساعتها بتحطه في علبة وبترجع بيه للمخيم بتاعها. بتكون سعيدة جدا علشان أخيرا هتنجح في بحثها، لكن الحارس الشخصي بتاعها اللي اسمه إيزيكيل بيضرب باقي فريق البحث اللي في المخيم بالنار، وبيهدد جوليا إنها لو ما ادتوش العنكبوت ده هيخلص عليها فورا، وده علشان هو عايز يسرق الاكتشاف بتاعها منها، علشان هو قرا في الاساطير ان العنكبوت ده بيقدر يديله قوة خارقة. المهم بيضربها بالنار وبياخد منها العنكبوت. وقتها الاشجار اللي حواليهم بتبدا تتهز. إيزيكيل الندل ساعتها بيجري وبيسيب جوليا غرقانه في دمها. وهنا بنشوف كائنات غريبه بتنزل من على الشجر وبياخدوا جوليا، بيروحوا بيها لبركه معينه عندهم، بيبقوا ماسكين العنكبوت وبيخلوه يقرص جوليا. وبعد اللي حصل ده جوليا بتولد بنت اسمها كاساندرا، والشخص الغريب اللي بيولدها بياخدها منها وبيقول للي معاه ان رحله كاساندرا مش هتكون سهله ابدا، وفي يوم من الايام لازم ترجع هنا تاني علشان تدور على إجابات لأسئلتها. جوليا ساعتها بتسمع الكلام ده وهي بين الحياة والموت، وبعدها بتموت للأسف. بنروح بعد كده لسنة 2003، بيكون عدى 30 سنة من الأحداث اللي حصلت. بنشوف هنا في نيويورك سيارة إسعاف مستعجلة، وده علشان في ست فاقدة النبض وخلاص هتموت، واللي بتسوق العربية بقى كاساندرا بنت جوليا، وبتقدر فعلا توصلها للمستشفى قبل ما تموت. وده برضو حصل بمساعدة زميلها اللي اسمه بن. المهم بعد الشغل بتاعها بتروح على بيتها وبتبقى عايشة حياة عادية خالص، لكنها حزينة على فقدان مامتها، وبتبقى عارفة ان هي ماتت أثناء بحثها عن عنكبوت معين. وطبعا كاساندرا وقتها ما بتعرفش معلومات اكتر من كده. تاني يوم كاساندرا بتروح الشغل مع زميلها بن، وبيكون هنا في عربية عاملة حادثة على الكوبري وخلاص هتقع في البحر، وجواها هنا واحد مربوط بحزام الأمان. كاساندرا ساعتها بتخش جوه العربية وبتقطع حزام الأمان ده، لكن بقى العربية بتقع وجواها كاساندرا. ولما بتقع في البحر ساعتها بتصحى في نص البحر وبتلاقي نفسها بتتنفس تحت المية، وبيكون في شبك عنكبوت غريب، وبتبقى مستغربة جدا حالتها، وبتسمع صوت كده بيقول لها إن هي تقدر تغير المستقبل وتقدر كمان تكون في كذا مكان في نفس الوقت. كاساندرا ساعتها بتصحى من الغيبوبة وبتلاقي ان بن نزل لها المية، بيكشف عليها وبيقول لها ان ضغطها واطي جدا ولازم تروح المستشفى حالا. ولكن كاساندرا بتقول ان هي مش حاسة بحاجة غريبة خالص، وبعدها الضغط بتاعها بيتثبت، وهي بعدها بتحس بفجوة وبترجع بالزمن لما بن قال لها ان ضغطها واطي. ساعتها كاساندرا بتستغرب وبتقول لبن انت بتعيد الكلام تاني ليه، وبتطلب منه بعدها انه يسيبها تروح البيت. تاني يوم كاساندرا بتروح لمكان اتصاب فيه ناس كتير بسبب هجوم إرهابي، وأثناء ما هي بتعمل إسعافات أولية لشخص ما ساعتها بتشوف رؤية في المستقبل إن زميلها يعمل حادثة وهو ساق عربية الإسعاف. ساعتها بتجري عليه وبتقول إن هو ما يسوقش العربية دي، وإن هي بقى اللي هتسوق المرة دي، لكن هو ساعتها بيرفض وبيسوق، ومش بيعدي أكتر من 10 ثواني وبتيجي عربية تدخل فيه تموته. ساعتها بتعرف فعلا ان الرؤية اللي شافتها دي حقيقة مش خيال. وبنشوف هنا إيزيكيل اللي بقاله سنين كل ما ينام بيحلم ب3 بنات بيحاربوه، وهو بيكون عجوز وبيخلصوا عليه بعدها. وال3 دول بيكونوا لابسين لبس سبايدر وومن، هو بيبقوا 3 أبطال، وواحدة اسمها سبايدر والتانية اسمها ماتي والأخير اسمها فرانكلين. وقتها بقى بيقرر ان هو يتعاقب البنات دي وخلص عليهم قبل ما هم يعملوا في حاجة. بعدها بيعرف مكانهم بعد ما بيخترق مبنى الأمن الوطني العالمي، وبيسرق منه جهاز بيقدر إن هو يتعاقب الأشخاص، بس لازم يكون عارف شكلهم. وبما إنه هو عارف وشوش ال3 بنات فبيعرف هما مين، بيقرر بقى إن هو يخلص عليهم قبل ما يكتسبوا قواتهم الخارقة. وبنعرف بعد كده إن إيزيكيل عنده قوة خارقة هو كمان، ولو لمس أي حد يقدر يخلي سم العنكبوت يمشي في عروقه ويموته في خلال لحظات. وهو طبعا اكتسب كل القوة دي بسبب العنكبوت اللي خده من جوليا. بنرجع بقى لكاساندرا اللي بتبقى حزينة وحاسة بالذنب ان هي كانت عارفة ان زميلها هيموت وما قدرتش تنقذه. لما بتتضايق وتتوتر بتقع منها الكوباية، بتلاقي نفسها بتقدر ترجع للزمن وبتقدر ان هي تلحق الكوباية قبل ما تقع. ساعتها بتستغرب اكتر وبتبقى مش عارفة تعمل ايه، فبتقرر بعدها ان هي تخرج تشم شوية هوا.
وبنروح بقى لواحدة من ال3 بنات اللي شافهم إيزيكيل قبل كده، بتكون في محطة المترو وبتقطع تذكرة، والمساعدة بتاعت إيزيكيل هنا لما بتشوفها على الكاميرا بتقدر تتعرف عليها. وبنشوف هنا كمان البنتين التانيين اللي اسمهم مارتي وفرانكلين، وبيكونوا هما كمان برضو في المترو. إيزيكيل هنا بقى بيحس إن اللي بيحصل ده مش صدفة، وأكيد في حاجة جمعتهم هما ال3 مع بعض. كاساندرا وقتها أول ما تخش المترو بتشوف رؤية للمستقبل، وبتعرف إن إيزيكيل هيجي وهيخلص على ال3 بنات اللي كانوا قدامها، فبتقوم ساعتها تجري على فرانكلين ومارتي وبتاخدهم بعيد، وبتقولهم إن هي هتفهمهم بعدين بس هم لازم يمشوا معاها دلوقتي. ولما يخرجوا من المترو كاساندرا بعدها بتشوف إيزيكيل وهو داخل المترو وعمال يدور عليهم، ولكن في الآخر المترو بياخده وبيمشي. وقبل بقى ما كاساندرا تشرح حاجة للبنات بيشوف واحد هنا لابس لبس سبايدر مان لكنه اسود وماشي على سقف المترو، وبنعرف بقى ان ده يبقى إيزيكيل. وقتها كاساندرا بتاخد البنات وبيجروا، وإيزيكيل ساعتها بيكون وراهم، لكن بعد شوية وقت بيقدروا انهم يهربوا في عربية كاساندرا اللي بعدها بتتعرف عليهم، وبتعرف ان كل واحدة منهم اهلها مش في البيت، فمش بيكون قدامها غير ان هي تاخدهم معاها المكان وسط الغابة علشان تحميهم، وده كمان علشان هم الشهود الوحيدين اللي شافوا اللي حصل في المترو من إيزيكيل، لان طبعا الشرطة كده مفكرة ان كاساندرا هي المجرمة. وقتها البنات لسه مش فاهمين هي بتقول ايه، وكاساندرا برضو ما زالت مش مستوعبة اللي بيحصل. المهم ساعتها بتشوف رؤية للمستقبل ليه علاقة بالعنكبوت، ساعتها بتسيب البنات في الغابة وبتروح على شقتها وبتقعد تدور في البحوثات بتاعت امها. ساعتها بتعرف ان في ناس معينة عندهم قوة العناكب، بيقدروا يمشوا على الحيطة وعندهم سرعة خارقة، ده غير كمان القوة اللي بتخليهم يقدروا يتنبؤوا بالمستقبل. كاساندرا ساعتها بتفكر هل هي عندها قوة التسلق على الحيطة ولا لأ، ولما تروح على الحيطة علشان تجرب ساعتها بتفشل. في الوقت ده بقى البنات هناك بيحسوا بالجوع، فبيسيبوا الغابة وبيقرروا ان هم يروحوا اي مطعم قريب علشان ياكلوا، وده بقى بيكون عكس اوامر كاساندرا لانها قالت لهم ما يتحركوش من مكانهم. وفعلا واحد من اتباع إيزيكيل هنا بيشوفهم وبيتصل ساعتها بيه، اول ما يقولوا على مكانهم إيزيكيل ساعتها بيتحرك علشان يخلص عليهم. وهنا كاساندرا لما بتروح للمكان اللي سابتهم فيه مش بتلاقيهم، بتفضل تدور عليهم وبعدها بتلاقيهم قاعدين مع شباب في المطعم. ولما تروح لهم ساعتها بتشوف رؤية ان إيزيكيل هيجي ويخلص عليهم هم ال4، وساعتها كاساندرا مش هتقدر تعمل حاجة، فبترجع بالزمن تاني وقت ما كانت في الغابة وبتاخد العربية وبتروح على المطعم بسرعة، وهي في طريقها بتدوس إيزيكيل وبعد كده بتروح تاخد البنات وبيمشوا بسرعة، لكن ساعتها إيزيكيل بيلمس كاساندرا بس هي بتضربه وبتهرب. بعد كده بتروح تاخد البنات وتروح بيهم على مكان امان لحد ما النهار يطلع. وبعد شويه كاساندرا بتسيب البنات نايمين وبتروح للمطعم. بتشوف ساعتها رؤيا ان هي بعد ما دخلت المطعم وقابلت إيزيكيل ساعتها بيفهمها ان هو ليه عايز يخلص على البنات دول، وبتعرف ان هم هيأذوه في المستقبل، وساعتها رؤيا بتنتهي. وقبل ما تقرر تسيب البنات وتمشي بتأمرهم ان هما ما يتحركوش من مكانهم. وتاني يوم كاساندرا بتعلم البنات الاسعافات الاوليه، وده علشان لو حصل لها حاجه او نبضها وقف، لان زي ما عرفنا ان إيزيكيل قدر يلمسها لما كانوا في المطعم، وده ممكن يكون سبب لها تسمم. بعدها بتسيب البنات وبتروح للغابه اللي امها ماتت فيها علشان تعرف معلومات اكتر. بتلاقي هنا في الغابه شخص اسمه فرانسيس، وفرانسيس ده بيكون نفس الشخص اللي كان موجود في اول القصه، وهو نفسه اللي قال ان هو هيرد على جميع أسئلة اسكندرا لما تكبر وترجع. فرانسيس بعدها بياخد اسكندرا للمكان اللي ماتت فيه أمها، وهو بيقول لها إن أمها ماتت هنا بيزق كاساندرا في البركة، وساعتها بتقدر تشوف ماضي أمها لما لقت العنكبوت وإيزيكيل سرقوا منها وخلص عليها. وبتعرف بعد كده إن أمها راحت على غابات الأمازون علشان تعالج مرض اسكندرا اللي كانت هتتولد بيه، والأمل الوحيد كان العلاج اللي هتستخرجه من العنكبوت. علشان كده قررت تضحي بحياتها وتعمل بحث عن العناكب، وكمان ما خدتش أجازة وضع. المهم اسكندرا بعدها ترجع لجسمها بعد ما عرفت كل حاجة، والأهم إن هي عرفت مين اللي خلص على أمها. هي بقى كانت سايبة البنات مع بن في المستشفى، وبن هنا بيضطر ان هو يروح مع اخته ماري علشان كانت بتولد، والبنات ساعتها بيضطروا يروحوا معاه. وكاميرات المستشفى هنا اول ما تتعرف على وشوشهم إيزيكيل على طول بيعرف مكانهم. واسكندرا هنا لما بترجع لبيت بن بتشوف ساعتها رؤية ان إيزيكيل هيفجر العربية باللي فيها، فبتجري على طول على مكانهم بسرعة علشان تنقذهم في اخر لحظة. وبعد كده بتاخد البنات وبتطلع تجري، واثناء ما إيزيكيل وراهم بيطاردهم بيقدر انه يمسك اسكندرا من رقبتها علشان يخلص عليها، لكن البنات الثلاثة هنا بيتحدوا وبيهجموا عليه، بس هو بيقدر يستخدم قوته وكان يخلص عليهم لولا ان اسكندرا بيجيلها قوة كبيرة اكبر من القوة اللي عند إيزيكيل، وده لان امها اتقرصت بنفس العنكبوت قبل ما تولدها.
علشان كده اسكندرا بتبقى واخدة القوة كاملة، وده بقى اللي بيخليها تشوف المستقبل وتبقى موجودة في أكتر من مكان في نفس الوقت. المهم بتروح بعد كده علشان تنقذ البنات، واسكندرا ساعتها بتشوف إن في عمود هيقع، فبيجي لها فكرة إن هي تفضل ترجع لحد ما تخليه يقع على إيزيكيل ويموته. واسكندرا ساعتها بتقع في البحر وكانت هتغرق، بس البنات بيساعدوها ويطلعوها، وساعتها بيعملوا لها الإسعافات الأولية اللي علمتها له. بعدها اسكندرا لما بتفوق بتكتشف ان هي اتعمت تماما وما بتشوفش، وبعد كده بن بيبقى مع ابن اخته اللي بيسميه بيتر باركر. وطبعا يا عزيزي كلنا عارفين مين بيتر باركر. وفي اخر مشهد بقى بنشوف كاساندرا وهي في شقتها على كرسي متحرك، والبنات هنا بيكونوا حواليها وعايشين معاها. وهنا كاساندرا بتشوف رؤية في المستقبل عن 3 بنات هيكونوا ابطال خارقين وهينقذوا العالم. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع لايك المتين وتقول في الكومنتات عايز فيلم ايه المرة الجاية.